ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده البتنجان المخلل المسلوق ده بطريقه سهله وهنحتفظ بيه عشان يوفر معانا مجهود في فطارنا كل يوم، وفي نفس الوقت هيوفر معانا الزيت. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال اللي احنا شايفينه ده مع بعض ازاي. اول حاجة كده انا هجيب كيلو من البتنجان او على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. ده عندي كيلو. الحجم بتاعه طبعا المفروض يبقى صغير، هي زي ما كانت بتطلع معايا ما كانتش فارقة يعني. فانتوا شايفين ده حجمه ده كويس. انا هبتدي اشيل القمع الاخضر اللي فوق ده، هشيله ومش هفتح البتنجانية ابدا، هسيبها مقفولة زي ما انتوا شايفين. تمام كده، لان انا لو فتحته هيسود معايا في السليق. بس كده. عندي بقى حلة مية مغلية على البوتاجاز زي ما احنا شفنا كده. انا شلت القمع بتاع البتنجان كله. هحط فيها بقى قطعة من البنجر، ولو مش موجود مش هتفرق كتير يا جماعة، مش هنقف على حاجة. ودي معلقة كبيرة من الملح، وهحط كمان معلقة خل. بعد كده هنزل بكمية البتنجان في المية وهحطها على البوتاجاز عشان تغلي معايا 10 دقايق تقريبا. انا عايزاه يستوي 3/4 سوا. طبعا البتنجان بيبقى خفيف معايا فبيطفو على وش المية، بيطلع لفوق كده، فانا بضطر احط عليه طبق او حاجة اللي بيها تنزل لي البتنجان ويستلق كله مع بعضه. يبقى كله زي بعضه، ما يبقاش اللي تحت اتهرى مني واللي فوق لسه ما استويش. ده شكله يا جماعة بعد ما غلي على البوتاجاز 10 دقايق تقريبا. بصوا بصوا الجمال ده، هو بيبان على طول على طول. شكله في السوا بيبان معايا على طول. انا بقى هطلعه كده من المية دي وهسيبه يبرد على جنب قبل ما استعمله، على بال ما اعمل الدقة بتاعته. وطبعا المية دي مش هرميها لاني هستعملها في التتبيلة بتاعته. هسيبه بقى يهدى ونشوف التتبيلة عبارة عن ايه. انا هنا عندي فلفل رومي وفلفل احمر. المتاح عندنا هنستخدمه. اللي بيحب الحراق يحط الحراق اكتر، ما بيحبوش يحط الرومي ممكن يحط رومي اخضر واحمر، ما يحطش الحراق ابدا، على حسب راحتنا. انا هنا هعمله في الكبة. طب انا ما عنديش كبة هعمله في خلاط، ما عنديش خلاط هعمله في الهون العادي. هحط بقى الفلفل بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وكمان هحط معاه كام فص توم كده اهو. ده عندي كزبرة خضراء، احط منها معلقة كده تديني طعم حلو قوي وريحة حلوة مع البتنجان. هنا عندي دي معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة من البابريكا، والبابريكا هنا عشان تديني لون برضو في البتنجان. يعني لو مفيش بنجر البابريكا كفاية قوي معايا هتديني اللون، ولو مش متاحة برضو مش هنقف على حاجة. بعد كده احط تقريبا معلقتين من الخل. ودي عندي 3 ليمونات تقريبا، هاخد عصير الليمون بتاعهم كده. بعد كده هضربهم مع بعض. ده شكلها يا جماعة معايا بعد ما اتضربت في الكبة. بصوا هبتدي بقى افتح البتنجان بتاعي، شايفين قلب ابيض ازاي؟ ده لان انا سلقته وهو مقفول، لو كنت فتحته كان هيغمق معايا. هحشي بقى البتنجان بتاعي بالتتبيلة دي. دقة كده ريحتها يا جماعة خرافة بصراحة، ريحتها حلوة جدا اهو. هحشي البتنجان كله زي ما انتم شايفين كده. بعد ما خلصت الكمية كلها معاكم، ما شاء الله حاجة جميلة تفتح النفس كده. دي عندي مية من سليق البتنجان. هحط فيها بقى كمية التتبيلة اللي فايضة عندي دي كده. هحيق بيها المية خليها تديها طعم حلو، وهظبط ملحها معايا، وكمان ممكن احط لها رشة خل بسيطة كمان. ومفيش مشكلة لما ادوقها عشان اظبط البتنجان ما يبقاش حادق وما يبقاش دلع معايا. بعد كده هحط بقى المية بتاعتي دي على البتنجان كده اهو. بس كده دي كمية كويسة قوي مغطية البتنجان كله زي ما احنا شايفين. وبس خلاص، انا ما حطيتش حاجه، دي معلقه تتبيله على فكره. وبعد كده هحط بقى شويه زيت على وش البتنجان. على فكره البتنجان ده ممكن يقعد معايا شهر في التلاجة ما يجرالوش اي حاجه، ممكن اكله في نفس اليوم زي ما انتوا شايفينه كده، ما استناش عليه. حاجه كده بصراحه جميله قوي، هتدعولي عليها. انا بقى لو البتنجان بتاعي خلص والميه دي لسه عندي كده بزياده، يعني فضلت معايا او اتبقت معايا، هجيب بتنجان وهسلقه بنفس الطريقه تاني واحطه في نفس الميه، مش هرميه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم لايك وشير ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد.